في قصة ظهور الرب يسوع لمريم المجدلية في أمر محير جدا وحيرني سنين. طبعا مريم المجدلية راحت لقبر يسوع في فجر الأحد والظلام باق، ولما راحت لقت الحجر مدحرج رجعت بسرعة أخبرت بطرس ويوحنا، وهما الاتنين جري راحوا القبر ولقوا الحجر مدحرج والقبر فارغ. مريم المجدلية كانت معاهم، هما رجعوا وهي فضلت باقية عند القبر وكان معاها المريمات. لكن في قصة ظهور الرب يسوع ليها أمر غريب جدا. الملاك بيقول لمريم: يا امرأة لماذا تبكين؟ ترد عليه: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. لكن يقول بعد كده: ولما قالت هذا التفتت إلى وراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. وده السؤال اللي حيرني سنين. إزاي بصت وشافته ومعرفتوش؟ إزاي معرفتوش؟ ده هي رايحة علشانه، دي 10 سنين. بل لما نكمل القصة يقول: فقال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ يقول: فظنت تلك أنه البستاني، رغم أن هي بتسمع صوته وواقف قدامها بيكلمها، ظنت أنه البستاني. وبعدين هي تقول له: يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. وهنا يسوع بيقول لها: يا مريم. يا دوب عرفته. سؤالي: ليه ما عرفتوش؟ من وجهة نظري السبب الأول التوقعات. وهقول لكل اللي بيشوفني دلوقتي: أنت نتاج توقعاتك. توقعاتك بتصنع واقعك. توقعاتك بتشكل طريقة تفكيرك واستقبالك لكل شيء. لما تقرأ القصة كلها، مريم كانت جهزت الحنوط ورايحة في فجر الأحد. رايحة ليه؟ عشان تحط الحنوط على جسد يسوع. مريم لم تتخيل للحظة واحدة إن يسوع هيقوم من الموت، فرايحة فقط علشان تشوف إيه؟ جسد أو جثمان يسوع. وبعدين لما راحت لقت الملاك ويقول لها: لماذا تبكين؟ تقول له: أخذوا سيدي لست أعلم أين وضعوه. لما تقول أخذوا يعني هو جثمان، يعني هو جثة. ولما بتشوف يسوع يقول لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ وظنت ان البستان. تقول له: إن كنت أنت قد حملته قل لي أين وضعته وأنا أروح. بتتكلم عن إيه؟ عن جثة. فكان كل توقعاتها إنها رايحة إلى جثة، إلى جثمان. عشان كده معرفتش يسوع. اللي عايز أقوله لك أقول تاني: توقعاتك بتصنع واقعك. بحسب توقعاتك أنت ستنال. يا ترى إيه توقعاتك للأيام اللي جاية؟ إيه توقعاتك لبكرة؟ بيصعب عليا جدا إن ناس عايشة في تشاؤم، إن بكرة أسود، إن بكرة ظلام، إن بكرة مرض وموت ووجع. إيه توقعاتك من يسوع وإنت بتحتفل الأيام دي؟ مسيحنا حي، مسيحنا قام من الأموات. كل مرة تيجي تصلي، كل مرة ترفع عينيك ليه، كبر حجم توقعاتك. كل ما تكبر حجم توقعاتك كل ما ستنال. أقول تاني: مسيحنا حي، مسيحنا قام، وهيديك على قد إيمانك وعلى قد توقعاتك. كبر قوي أحلامك وتوقعاتك من سيدك، لأنه سيد كل الكون والرب معك.